ضيفي لها المكونين دول وهتاكلي احلى طاجن باميه ممكن تاكليه في حياتك. كملي الفيديو معايا للاخر. المهم طبعا القناه ودوس لايك، ربنا يكبر بخاطرك وينبرك كل اللي بيبارك اللي تعمل متابعه القناه. بصي يا حبيبتي، اهم حاجه وانت بتعملي الباميه خلي معاكي 4 5 فصوص توم حلوين كده وقرن شطه، ويا سلام لو كان سبايسي. طبعا ما بتحبش السبايسي اركنيه على جنب. طبعا قلة تقليتك العاديه بتاعه الباميه. ابشري بصلايه وصفريها وانزعي عليها بالصلصه بتاعتك. مجرد ما تتسبك ضيف الباميه بتاعتك. بس نصيحه مني، لو باميتك كبيره زي باميتي كده ما تغسليهاش، اغسليها قبل ما تقمعي عشان خاطر ما تنزلش كل القيمه الغذائيه بتاعتها. طبعا غسلتها وقمعتها وخليتها زي الفل. تيجي حاطه وماسكه فصين توم اللي احنا قشرناهم على قرن فلفل اخضر زي ما هو. اطحنيهم كويس قوي في الهوم بتاعك وضيفهم عليها بعد الصلصه وبعد ما تحطي الباميه. هتشمي وهتاكلي احلى طاجن باميه ممكن تاكليه في حياتك. عايزه اقولك ان التركه دي بتفرق جدا في الطعم بتاعها على فكره. طبعا على حته لحمه معايا ان انا اسلقها. شايفين اللحمه عامله ازاي؟ طبعا انا برضو بحب اشوح اللحمه قبل ما بضيف لها الميه بتاعتها. شايفين؟ والله مكلفه وصارفه وجايبه باميه وجايبه طماطم من الغاليه. هي رخصت حبه بس تعتبر بالنسبه لنا لسه غاليه برضو. طبعا ضفتها هنديها بعد الشوح منها في بعضها كده بالثوم والفلفل اللي انا حطيته. هي خلاص حالا كده ما عادش فيها ميه، هي بقت حاجه بسيطه خالص يعني. لو اتكيت عليها شويه هتشيط. نلحقها بقى هنزود لها ايه؟ شويه شوربه. عايزه اقولك ما تخليش تزويدك كله شوربه لان الشوربه بتبيض الطبيخ. يعني ضيفي شويه ميه عليهم شويه شوربه بحيث ان هي ما تبقاش بيضه قوي. تفضل محتفظه بالحمار بتاع الصلصه بتاعها. شايفين؟ شايفين الحلويات دي؟ طبعا كده خلاص زودتها. هسيبها بقى هسيبها تاخد غلوتين على النار واقوم جايه حاطاها في البرام بتاعي. عايزه اقولك ان انا دخلتها من ضمن اكلات العيد عشان خاطر ما نزهقش. يعني طبعا ايه، اكيد اول يوم هيبقى محشي، تاني يوم هيبقى الرقاق اللي هو يوم العيد، طبعا تالت يوم هناكل ايه بقى. فقلنا ندخلها من ضمن قائمه الاكلات بتاعه العيد عشان من بكره ان شاء الله هنبدا رسمي بقى. خلاص العيد بالنسبه لنا كده خلص، ويوم الوقفه والعيد وتاني يوم بس. شايفين؟ قمت جايه طبعا صباها في قلب البرام بتاعي اهو. هدخلها الفرن هتاكلي. طبعا انا الفلفل ده من ضمن التزيين كده. طبعا حاطه اللحمه تحت رصها تحت في ارضيه البرام، وقمت جايه دلقه حله الباميه كلها في قلب البرام. دخلها الفرن بقى تاخد وش وتبقبق شويه في البرام كده وتكمل سوا. وحطيها بقى. طبعا في ناس بتحب تعمل جنبها رز بشعريه وفي ناس بتحب تاكلها بالعيش. الطريقه اللي تريحك كلي بيها وبالهنا والشفا. عايزه اقول لك ان فيها فوائد كتير قوي الباميه ديت وحلوه. بس هي لسه اليومين دول غاليه عشان خاطر طبعا لسه طالعه جديده وكده. بس هي لسه ان شاء الله هتريح شويه وهتوصل ل30 جنيه و25 جنيه كمان. يلا تعالوا اتغدوا معانا.